المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم، يا مرحبا ذات تبذير وإسراف، وإن تكن مرحبا إكثارها سرف فليس إكثارها فيكم بإسراف. عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير، ونسأل الله عز وجل كما وفقنا في أول ليلة أن نقول في هذه الليلة أن لا يحرمنا ربنا من أن يعتق رقابنا جميعا من النيران، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل الدنيا تحت أقدامنا ولا يجعلها في قلوبنا. أيها الإخوة الأحباب، الله عز وجل شرع لنا هذا الصيام لا لأن نجوع ولا لأن نستشعر بالظمأ، ولكن كما قال ربنا لعلكم تتقون. فحتى لا نطيل على حضراتكم، طبعا مصطفى قال لي ساعة بس ما تزودش، فمش عايزين اللي احنا خلي بالكم ساعة مش هي 60 دقيقة، ما تزعلوش قوي كده. صليتوا على النبي محمد، والله لقد اشتقنا اليكم كثيرا، ولكن نسأل الله ألا يحرمنا من هذه اللقاءات الإيمانية، ونسأل الله كما وفقنا في هذه الساعة أن نجتمع على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة عند شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سئل أو روي أن الإمام أحمد رضي الله عنه وارضاه قال له أحد التلاميذ أن هناك تلميذ يقرأ القرآن في كل يوم، فقال ائتوا به. فلما جاء التلميذ فقال المربي الذي تربى على القرآن والسنة: يا فلان اذهب واقرأ القرآن وكأنك تقرأ القرآن أمامي، أنت كأننا بسمعه. فذهب وعاد في اليوم الثاني فقال: كم قرأت؟ قال: لن أتجاوز 10 أجزاء، 10 أجزاء بس. قال: اذهب اليوم فاقرأ القرآن وكأنك تقرأ القرآن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب وعاد في اليوم الثاني وقال: كم قرأت؟ قال: لن أتجاوز جزء عنه. قال: اقرأ الليلة القرآن وكأنك تقرأه أمام الله. فذهب وعاد وقال: والله لم أتجاوز قراءة الفاتحة ولا الليل. إحنا عايزين نقرأ ونتدبر. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عايزين الخوف، عايزين الصبر، عايزين نزيل الأذى والأحقاد التي بين كثير من الناس. ولكن من دخل هذا البيت وهو بيت الكريم أكرمه الله بأن يزيل عنه هذه الكادرات التي تتعلق بقلوب بعض ممن لم يدخلون هذا البيت لعلكم تتقون. فما معنى التقوى وما هي الصفات وما هي الثمرات؟ في عجالة إن شاء الله، وإذا كتب الله لنا إن شاء الله العمر في الغد أو بعد الغد إن شاء الله سنشرع مع حضراتكم في شرح الصفات عباد الرحمن، عشان نتعلم ما هي الصفات التي يتحلى بها الإنسان المسلم السوي العاقل. فالله عز وجل يقول: لعلكم تتقون. كتير مننا بيسمع، تيجي واحد ينفذها يشد ويلعن ويشد، وفي الاخر يقول لك ايه؟ ابعد عني عشان صايم. قول له: لا لسه ما وصلتش. لعلكم تتقون ما وصلتش. خد بالك، التقوى ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. كل واحد عايز يقول ان يطاع فلا يعصى. ما تعصيش ربنا لا في رمضان ولا في غيره، بس اقرب نفسك 30 يوم 30 يوم. شوف انت اليوم فيه 24 ساعة، اضرب 24 في 30 يجيبوا لك قد ايه؟ خلاص؟ يبقى ان يطاع فلا يعصى، غض البصر، ان يطاع فلا يعصى. ما تفرجش عن المسلسلات اللي بتلاقي شيء رمضانية وحط لهوية، شيء رمضانية وحط مضيعاتية. خلي بالك، مش حاجة اسمها الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في شهر رمضان يتركون تعليم الحديث والسيرة والفقه ويتفرغون للقرآن. وجاء السلف الصالح أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد وجميع السلف يتركون مداركة علم الحديث والفقه والسيرة ويتفرغون في شهر رمضان
ان انا اتفرج على المسلسلات والفواتير وبتضحك، والله العظيم بتضحك لما تسمع واحد استضافوه ولا الجورنال يقول لك من الممثلين انا ما بعملش حاجه في شهر رمضان غير انني اعتكف لقراءه القران. يا سلام، يعني انت تضيع الصيام للناس وتقعد انت تتفرج؟ لا يا حبيبي مش هينفع. الدل على الخير كفاعله، وانت ما دلتش على خير. اللي قاعد يتلهى نعوذ بالله ان يتلهى احد، ولكن هو له في الوزن سواء، ان يطاع فلا يعطى. الغيبه والنميمه اتركوها، بلاش هذه اشياء تعلقت بالقلوب، فان تبنى علام الغيوب، وان يذكر فلا ينسى. ذكر الله عز وجل في كل وقت، ولا داخل البيت ولا خارج البيت، في المواصلات. النتيجه اذا ذكرت ربي سبحانه وتعالى طرد، خلي بالك، طرد الشيطان من القلب ومن اللسان ومن البصر. تمشي كده بنور الله، اول ما تجيلك عارضه تلاقي نفسك انت بتحاول تتملك كده تلقائي. من الذي جعلك تغض البصر؟ الذي ذكرك سبحانه وتعالى. ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر. اشكر ربنا. والله العظيم هناك اناس يعيشون في سوريا وفي فلسطين وفي القدس وفي شتى بقاع الارض، والله لا يجدون القمامه التي يرميها كثير منا في الطرقات. الزباله اللي اعزكم الله دي ناس مش لاقيينها. فاحنا ما نقولش احنا جعانين، لا شبعانين. ما نقولش احنا محرومين، لا احنا مش محرومين. ولكن العلاج في هذه الصفات التي سنذكرها باذن الله عز وجل. فمن بعض صفات المتقين الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. خد بالك، ظلم النفس مش ان انت تاخد حق غيرك، لا والله. ظلم النفس اما ان يشرك بالله، ومن يشرك بالله ونعوذ بالله من ذلك. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. والشرك الاخر او الظلم الاخر الا لا يعطي حقنا لبعض، كل واحد ياخذ حق الثاني. والثالث هو ظلم الانسان لنفسه، يبعدها عن الطاعه، يبعدها عن قراءه القران. يقول لك هذا وقت القران، الناس كلها اخواني وانتم اخواني. والله لن يصلحنا الا القران، ولن نهتدي الا بالقران، ولن ندخل القبور في نور الا بالقران. النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كان ياتي لمن يحمل من القران اكثر فيدخله اولا. طب لو حصل ده دلوقتي وجه امام فاضل كده وقال لنا يلا في كام واحد قال علي وفلان وفلان وفلان، طب اكثر واحد معاه قران هيحتار. هو علي معاه كام سوره؟ مش كام جزء؟ ومحمد معاه كام سوره؟ وابراهيم كام سوره؟ ده كلهم زي بعض، حطهم مره واحده وتوكل على الله الا من رحم ربك. صح كده؟ فعايزين نحيا بالقران. والذين اذا فعلوا الفاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. اذكروا الله سبحانه وتعالى. تعال شوف بعجاله رجل كان من علماء الاصل او كان من تلاميذ الاصل، خد بالك، واشتد به الجوع. طالب بيدرس وما عندوش حاجه ياكل، مشي في الشارع كده بالليل فوجد بستان حلو كده والتفاح نازل منه اكنه بيقول له ايه؟ تعالى اتفضل. فهو من كتر الجوع هيموت، اخذ تفاحه وكله. ده لو اتطبق عليه الشريعه يحاسب؟ الجواب لا، لانه اوشك على البلاء. الراجل ده بيخاف ربنا، ربنا عمل معاه ايه؟ خد بالك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طب هو كان جعان وكلها وخلاص انتهى الامر، روح البيت قعد يلوم نفسه. انت ليه تاكل التفاح؟ تعالى دلوقتي تروح عند البقال يخش يجيب لك من جوه التونه وانت الزيتون عمال تتسبح فيه، والجبنه دي طعمها جميل قوي ومش عارف، وفي الاخر تقول له بصراحه انا معلش اروح اجيب من حد ثاني الا ما رحم ربي يعني. فتعالى شوف ده عمل ايه. ثاني يوم راح قاعد على صاحب البستان، فاول ما قال السلام عليكم ورحمه الله، والله يا عمي انا اسف، انا امبارح كنت جعان واوشكت على الهلاك وما لقيتش غير البستان ده وتفاح نازل منه وانا هموت، فاكلت تفاح فاستاذنك سامحني. قال له مش هسامحك. قال له بالله عليك انا ما اقدرش استحمل عذاب ربنا. قال انا حجيتك يوم القيامه، انا هقف قصاد القيامه كده واقول له ربنا يعيشك. قال له بالله عليك، قال له لا يمكن اسيبك. المهم صاحب البستان دخل وكان قبل صلاه العصر الثاني فيه الوقت عمال يعيط عشان عمل ايه؟ كان تفاحه واحده، مش كان بستان تفاح ولا كان 50 طن موز ولا كان كذا وكذا بتاع الوضع مشروع وكذا والله كده ويستعمل بسم الله. لا والله ده منين ده ان شاء الله. المهم الراجل دخل والتاني عمال يعيط. يا عم العيط ليه؟ ما تروح صلي ركعتين استغفار بقى وتوب
وربنا يتوب عليه. هو كان اكتر من كده. الراجل خرج لقى وشه الشاب ده ازداد نور على نور من كثره البكاء، فقال استحبك بالله يا عمار، انا ممكن اشتغل عندك لغايه لما اموت ببلاش؟ قال لا. قال له ارجوك، انا ما اقدرش اقف يوم القيامه هو بتحاسبني وربنا يحاسبني على الدفاع. قال له انا ممكن اسامحك بشرط واحد. قال له هو؟ قال له هجوزك بنت. طبعا اوعى تعملها وتروح تقول هجوزت بنت، ده هجوزك بالعقار، اوعى. خلاص المهم راح وقال له جوزت بنتك؟ قال له بس هي ما بتشوفش ما بتتكلمش وما بتسمعش، وكمان بالمره بقى زوجت ما بتمشيش، يعني ايه عندها سكن. قال له انا موافق، بس المهم انه ايه ما تعذبش يوم القيامه. قال له موعدنا يوم الخميس ان شاء الله. راح يوم الخميس قال له مش مهم عندي اي حاجه، المهم ان انا ما اتعذبش فين؟ نروهن. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا، هو ده اللي بيستغفر. راح يوم الخميس دخل السلام عليكم ورحمه الله، لقى العروسه بتقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعدنا يا رب بالزوج النبي بس. خلي بالك. وراح قايمه ماشيه، راح لها مسلمه عليه، قالت له اهلا وسهلا يا زوجي، فبص لها كده كانها ليله البدر في تمامها. الله، خلي بالك. فبص لها كده وعايز يقول لها هو ابوك يضحك عليا؟ ده قال لي هي صماء وعمياء ومكماء وما بتمشيش وحالتها، يعني انا قلت خلاص هاخدها يمين واكبرها وايه وادفنها. قالت والله انا لا انظر الى الحرام ابدا، ولن اتكلم فيما يرضي الله، ولن اسمع الا ما يرضي الله، وما خطرت بقدمي الا في طاعه الله. خد بالك، كلمه ما بتشوفش ما بتسمعش ما بتتكلمش الا فيما يرضي الله. الزوجه دي مع الزوج ده اتجوزوا الاثنين وبعد سنه خلفوا مين؟ ابو حنيفه النعمان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يبقى من صفات المتقين انهم يبتعدون عن المعاصي والذنوب. فاذا ابتعدت عن المعاصي والذنوب من الله عليك بالخير الكثير. ومن ثمرات التقوى كما قال رب ومن يتق الله يجعل له مخرجا. واحد يقول لي طب انا خايف على عيالي وليك شركه عم الشيخ، الدنيا مليانه واختلط هذا فذاك. اقول لك ربنا اداني علاج في القران في سوره النساء. قال ايه ربي عز وجل؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عايز تحفظ عيالك من كل سوء، عايز تحفظ عيالك من الاكاذيب ومن الشياطين الانس والجن والمنافقين وكذا، اتق الله. يبقى اللي عايز يتقي الله يقول لي يعني هي التقوى يا عم الشيخ هتحفظ لي عيالي؟ اقول لك تعالى بسرعه روح لسوره الكهف وشوف ايه اللي حصل مع اصحاب الايه الجدار اللي كان ابوهم ايه ميت وكان ابوهما الله، ده كان ابوهم صالح، فربنا حفظهم بالارث او حفظهم بالميراث لان الابوين كانا صالحين. يبقى ربنا عز وجل يحفظ لك عيالك. طب انا عايز اكل واشرب وعايز الدنيا تبقى حلوه. ومن يتق الله عز وجل اسمع يا رب يقول في سوره الاعراف ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يبقى عايز ربنا يرزقك اتق الله، عايز ربنا يحفظ لك عيالك اتق الله، عايز ربنا يجعل لك مخرج في شغلك في بلدك في الشارع بتاعك مع زوجتك مع عيالك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خد بالك، التقوى هي سفينة النجاة. التقوى هي سفينة النجاة كما قال لقمان الحكيم حينما قال لابنه يا بني إن الدنيا بحر عميق غرق فيها من غرق من قبلنا. قال وما النجاة؟ قال سفينة النجاة هي تقوى الله وشراعها هو ذكر الله عز وجل. فلا تغفلوا ولا تتناسوا ولا تناموا إلا على القرآن. وحاولوا أن تتدبروا معاني آيات القرآن كما قال ربي سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، لعلكم أن تخشوا ربكم سبحانه وتعالى بهذه الآيات. وسامحونا حتى لا نطيل على حضراتكم، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة وهي أول ليلة من